اهلا وسهلا بيكم. اتمنى ان انتوا تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم موضوع مهم قوي، مش هيبقى عباره عن ريفيو لاي منتج من المنتجات، بس ده موقف حصل لي من يومين وحبيت ان انا احذركم منه، لان الموضوع ده ممكن يحصل عند اي حد فينا. من يومين انا كنت رايحه عند واحده صاحبتي وهي بتفتح لي لقيت عينيها حمراء قوي وبتدمع كده، يعني تحس ان العين فيها ميه يعني، ولونها احمر جدا. فقلت لها ايه ده، انتي معيطه ولا ايه مالك؟ قالت لي لا ده انا تعبانه بقالي يومين، عينيا مش مظبوطه وتعبانه بتدمع على طول ولونها احمر قوي وفيها حرقان. فقلت لها طب انتي عملتي حاجه غريبه يعني؟ قالت لي ولا اي حاجه. كانت خارجه، حطت الميك اب بتاعها العادي ونزلت. بتقولي بعد ما حطيت الميك اب بشويه ابتدت عينيا تحرقني وتدمع. ده قبل حتى ما كانت تخلص، يعني بعد ما خلصت مكياج عيني وبعمل في وشي ابتدت عينيا تحرقني وتدمع. كملت وخرجت وبتقولي حتى في الخروج عينيا فضلت حمراء وبتدمع. بالصدفه البحته واحنا قاعدين قعدت تقولي بصي شفتي اشتريت ايه ميك اب، ايه رايك في ده، نوعه ايه، ماركات بقى. قعدنا نتكلم شويه في الميك اب، الحوار خدنا وقالت لي تعالي بقى ايه ساعديني ارمي الحاجات اللي مش عايزاها وقولي لي ايه الحلو وايه اللي مش حلو والحاجات دي كده، يعني اقول لها رايي في الحاجات اللي عندها. وقعدنا نتكلم بنفتح بقى في الحاجه، وانا بعشق الموضوع ده، يعني احب الموضوع ده جدا. بحب قوي اشوف الناس عندها ايه ميك اب واقعد اجرب حاجات جديده واشوف افكار وانصح واتنصح يعني كده يعني. وقعدنا بقى مسكنا الدرج بتاعها كده وقعدنا نلعب ونطلع شويه حاجات. اخدت اقلام الكحل بتاعتها وعشان افرزها يعني، ولقيت عندها اقلام كتيره قوي لونها اسود واقلام كتيره بقى ملونه ف بطبيعي يعني بتفتحي القلم كده وببص لقيت القلم عليه المنظر اللي انا هوريه لكم ده. وطبعا الكلام اللي انا هقوله لكم دلوقتي ده انا درساه اوريدي. بنتعلم ايه المشاكل اللي ممكن تحصل من المكياج، وكمان طرق الحفاظ عليه وطرق ان احنا ازاي نتجنب المشاكل دي. اخدت منها القلم عشان اصوره. انا هخبي البراند عشان كل اقلام الكحل اللي عندنا بيحصل فيها الموضوع ده، ملهاش علاقة خالص بالبراند، دي حاجة بتحصل من الاستعمال والركنة. تعالوا اوريكم احنا لقينا ايه. هقرب لكم الشاشة، تعالوا شوفوا. زي ما انتوا شايفين هنا، لو بصيتوا على طرف قلم الكحل هنا كده هتلاقوا ان عليه طبقة خفيفة خالص خالص، بالعافية هتقدروا تشوفوها، بس دي طبقة لونها افتح شوية كده، كأنها بودرة خفيفة، كأنها لون مبيض شوية فاتح خالص. لو ركزتوا على أطراف القلم هتعرفوا تشوفوها. بصوا لما أفتح القلم أكتر من كده هتلاقوا إن بقية القلم لونه أغمق. اللي انتوا شايفينه على الطرف ده الحاجة المبيضة دي اللي عاملة زي الوبر أو عاملة زي الشعر كده شوية خفيفة ناعمة خالص، دي فطريات. الفطريات دي بتتكون على أي منتج تجميلي فيه سائل بيعمل على وشه طبقة من الفطريات. المادة اللي جوه القلم دي فيها مكونات سائلة، يعني هي ممكن يبقى ألوان مع بودرات مع حاجات، بس في الآخر بتتخلط بسائل، ممكن يبقى أساسه زيتي أو أساسه مية. طيب إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ احنا بنجيب القلم وبنعمل كده بنحطه في عينينا سواء من فوق سواء من تحت. بيتعرض القلم ان هو يلمس جزء رطب في عينينا، الجزء ده فيه ميه اللي هي الدموع او الميه اللي جوه عينينا، وبتفضل على القلم. بنغطي القلم، بنكتمه، بعدين كمان بنكتمه اكتر، بنشيله في درج او في علبة او في حاجة ونسيبه بقى الفطريات تتكون عليه. وبعد كده نقوم فاتحين القلم زي الشاطرين وناخد القلم نرسم بيه عينينا. وهنا بتقع المشكلة، الفطريات بتيجي على عينينا، بعد شوية العين تحمر وحرقان وتدمع، ولو ما تعالجتش بسرعة وصح الفطريات دي ممكن تسبب التهابات تدخل تنتشر في أعصاب العين وتدخل لغاية شبكية قرنية، كل الحاجات دي. وللأسف الشديد لو أهملت أكتر أو حطينا بقى حاجات إحنا من نفسنا كده مع نفسنا
من غير ما نستشير دكتور ممكن الحاجات دي في الاخر لا قدر الله بعيد الشر عنكم ان هي توصل للعمى. طيب احنا قلنا دلوقتي المشكلة، طب نحلها ازاي؟ حلها بسيط جدا، بسيط جدا. حلها في كلمة واحدة، النظافة. ننظف ازاي؟ القلم اهو بعد ما خلصنا مهم قوي يبقى عندنا يا اما وايبس اللي فيها الوايبس المطهرة، او حتى يبقى دايما عندنا علبة كحول. دي مهمة جدا تبقى في علبة المكياج بتاعك، يعني في درج المكياج بتاعك لازم يبقى عندك مادة كحولية. بعد ما بخلص بجيب قطنة، وايبس، تيشو، اي حاجة، بحط عليها نقطة كده من الكحول وبمسح الحتة اللي هي استعملتها ودخلت جوا عيني. امسح القلم، هيطلع لون، اطلع لون، مش مشكلة، حتة بطريقة خفيفة وناعمة خالص كده بس. اوكي، وتشوفي اللون اللي انت استعملتيه خفيف على التيشو اللي انت استعملتيها او القطنة. انضفه بس من اي حاجة انا كنت جت عليه. بعد كده هغطيه وهشيله، هاجي تاني مرة استعمله. قبل ما احطه في عيني بعمل حاجتين، بجيب براية بتاعتي وابريه برية خفيفة، برية خفيفة قوي، يعني مش اخلصه، لا، برية خفيفة تشيل الطرف اللي اتكون في الفترة اللي هو كان متخزن فيها او متشال على جنب فيها. برية خفيفة قوي بتشيل زي شعرة صغيرة كده من على الوش. وبعد كده التاني بعد البرية بنجيب برضو الكحول ونمسح مسحة خفيفة تاني زي كده. ليه بقى؟ هتقولوا لي طب ما خلاص ما البرية شالت بقى اي حاجة اتكونت على الوش. لا، ناخد بالنا من حاجتين، البراية نفسها ممكن تبقى مش نظيفة. تاني حاجة بعد البري ممكن يبقى في حتت خشب صغيرة طايرة انتي مش شايفاها، صغيرة جدا عينيكي ما تشوفهاش. فيفضل دايما بعد ما تبري اي قلم كحل ان انتي تمسحي بنقطة كحول خفيفة، نقطة. أنا بقول لكم نقطة، ما تقوليش الأقلام هتخلص، ما تقوليش عينيكم أهم من كل حاجة، ووشنا أهم من كل حاجة، وصحتنا أهم من كل حاجة. نقطة صغيرة وتقومي كده مسحة وش القلم بطريقة ناعمة. لو في خشبة طلعت وانتي مش شايفاها هتطلع، لو في لسه أي نوع من أنواع التلوث أو وساخة أو ميكروبات أو فطريات هتكون طلعت، وبعديها تستعملي القلم ما فيهوش أي مشكلة. وبس حبيت ان انا الفت نظركم. ربنا يحميكم من كل شر ومن كل اذى، واشوف وشكم على خير. باي.